إبليس أبو الجن. خلق إبليس من لهب النار وكان مؤمنا بالله مسلما، فعاش في الجنة مع الملائكة وكان اسمه عزازيل. ثم خلق نبي الله آدم وصور من طين، فكان يدور إبليس حوله ويقول: لقد خلقت لأمر عظيم. وبعد أن نفخ فيه الروح أمر الله الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية فامتثلوا لأمره. وأما إبليس فاستكبر واعترض على الله فكفر وأبلس، أي طرد من الخير، فتغيرت صورته ولعن إلى يوم الدين. وقال: سأزين لبني آدم المعاصي والآثام وأضلهم عن الهدى، ثم أهبط إلى الأرض. ومرت السنون وكثر الناس في الأرض، فظهر لهم ووسوس لهم أن يعملوا تماثيل ل5 من الصالحين فأطاعوه. وبعد مرور زمن أمرهم بعبادة هذه الأصنام فعبدوها وأشركوا بالله، وكانوا أول من كفر من البشر. وما زال إبليس يفتن الناس إلى يومنا، وما زال يفرح كلما علم بمعصية عاص أو كفر كافر. ولكن إذا سجد المسلم سجدة حزن إبليس واعتزل يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة. ولإبليس رنات صدرت منه لشدة غيظه، فالأولى حين لعن، والثانية حين أهبط من الجنة، والثالثة حين ولد محمد صلى الله عليه وسلم، والرابعة حين بعث صلى الله عليه وسلم، وذلك من كرهه لأفضل خلق الله، والخامسة حين أنزلت الفاتحة. ويروى أن إبليس يوما كان قبالة باب الكعبة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فحلف ليطأن رقبة محمد، فركض جبريل عليه السلام وضربه ضربة طيرته إلى العراق. ويبقى عدو الله إبليس بين العصيان والتكبر والضلال وإضلال الناس إلى يوم النفخة الأولى، وتكون مدة موته 40 سنة، وبعدها تقوم الساعة. ثم بعد البعث والحساب، بعد أن يدخل الكفار جهنم، يقول إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق فوفى بما وعدكم، ووعدتكم بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء، فاستجبتم لي وأنا أخلفتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.